روبيرو مشي مع ألف مليون سلامة. بس إنك يا كابتن محمود هتكلف عماد النحاس إن يشكل جهاز جديد، يبقى إحنا بندفن دماغنا في الرمل زي النعام. المشكلة ما كانش ريبيرو خالص، المشكلة كان عندك محمد يوسف وعماد النحاس واللعيبة، ويتحمل معاهم جزء ريبيرو إن غير طريقة لعبه علشان الاتنين الجهابذة اللي كانوا معاه المصريين في الجهاز الفني. احنا مش هنروح بعيد، احنا السنة اللي فاتت ريبيرو كان ماسك اورلاندو الجنوب افريقي، ولعبنا في المجموعة بتاعتنا وفاز علينا هنا في القاهرة وتصدر مجموعته بأداء ونتيجة، ولعب بيراميدز في قبل النهائي تعادل 0-0 في جنوب افريقيا، وكان فايز هنا لحد قبل نهاية المباراة بحاجات بسيطة 2-1، وكان ماسح في بيراميدز الارض، وبيراميدز اتعادل وفاز بجون فطيس ما يقلش عن الجون الفطيس اللي دخل فينا من الاستاذ ياسر ابراهيم امام صن داونز. يبقى المشكله ما كانتش ريبيرو كانوا هناك مسمينه البروفيسير في جنوب افريقيا. المشكله ان اتعمل عليه كومبينه من الاقرع على المخ محمد يوسف والغلاوي الطماع اللي اسمه عماد النحاس. عماد النحاس الموضوع حلف عينيه، عاوز يرجع يمسك الاهلي تاني. انت كنت فزت بالست مباريات ده بدعاء جماهير النادي الاهلي ومساعدة بيراميدز ان خسر مباراتين 6 نقط ورا بعض، مش منك، وكان توفيق ربنا مع النادي الاهلي بسبب دعاء الجماهير. ما تعملش نفسك مدرب، انت كبيرك تبقى مدرب للدفاع، وانت موجود اهوت في الجهاز الفني. اسوأ فتره خلقها ربنا فيها الدفاع بتاع النادي الاهلي الفتره اللي انت موجود فيها، ولا طورت من اي حد. يمكن انت ممكن تطور بعد كده، بس انت ما رضيتش تطور ومعاك ريبيرو علشان يتكشف. يا كابتن محمود اللي زي عماد النحاس وزي محمد يوسف ده ما تستبعدهاش، بيبصولك في المكانه اللي انت فيها، ونفسهم انه يبقوا مكانك. ربنا يبعد عننا النفوس المريضه. انت قدامك حل من اتنين، انت ما نجحتش تجيب مدرب اجنبي قبل كده، هي جت معاك صدفه مره في فايلر، وقبل كده ايام حسن حمدي وصالح سليم كان جوزيه، انك جبت مدربين ما عندهمش سي في ونجحوا معاك. فيا ريت تبعد بقى وتبعد تفكيرك على المدربين بتاعت بره. انت راجل بخيل، مش هتدفع زي الناس اللي بتدفع بره. انت عندك المدرب كل حاجه، انت عندك الهلال ساب خيسيوس المدرب اللي كان ماسكهم السنه اللي فاتت، النصر جابه، اتفرج على النصر بيعمل ايه والنتائج بتاعته عامله ايه والاهداف اللي بيجيبها قد ايه. المدرب كل حاجه يا كابتن، مدرب ولعيبه، واللي يقدر يظبط لعيبه النادي الاهلي القرانات مدرب يكون عنده شخصيه. فموضوع ان انت هتجيب مدرب اجنبي ده انا شايله من دماغي خالص، ان انت عمرك ما هتجيب مدرب اجنبي عدل، انت كبيرك هيبقى زي سوارش والمدربين اللي انت جبتها. فانت قدامك الحل التاني، انت هات موسيماني مرحب ان يجي النادي الاهلي، هات موسيماني ويعمل له عقد بسنه واحده، وان انت عندك لعيبه. يعني احنا قلنا من اول الموسم ان انت لو فزت في ال20 مباراه في الدور الاول هتاخد الدوري، اقسم بالله كنا هناخد الدوري في اول مباراه من الست مباريات في الدور الثاني، من السبع فرق اللي هيوصلوا الدور الثاني هتلعب 6 مباريات. انت عندك كولر قبل ما يخيب السنه اللي قبل اللي فاتت فايز 23 مباراه ورا بعض، وكان مضغوط وبيلعب كل يومين وكل 3 ايام.
انت لو فزت ال 20 مباراه دول، لو فزت ال 20 مباراه، ده انت متعادل مع المحله ومودرن سبورت وخسران من بيراميدز. 7 نقط كانوا في ايدك، كانوا في ايدك. ومباراه بيراميدز محدش عايز يتكلم فيها، يقول لك الاهلي ما لعبش. الاهلي ما لعبش ماشي، بس انت عندك كره تريزيجيه كان خدها من اخر مدافع احمد سامي، والمعرص اللي جايبينه قابض راح مصفر ان هي فاول وما كانتش فاول. والجون الاولاني اللي هم جابوه مفيش فيها ريحه الفاول، مفيش فيها ريحه الفاول. عماد النحاس لو كمل معاك 6 مباريات وانا مغمض كده، احمد نبيل كوكا ظهير ايسر، احمد نبيل كوكا ظهير ايسر، وبن شرقي هيعقد امه من الكوره. ولازم تريزيجيه يلعب، لازم تريزيجيه يلعب، لان تريزيجيه بيجيب هدايا حلوه، تريزيجيه بيجيب هدايا حلوه. بن شرقي راجل جاي يعتبر شغال بره بلده، مش بتاع هدايا ولا الكلام ده. كان بن شرقي ومحمد بن رمضان وديانج. ويا ريت تشوف لك صرفه في داري وفي جريد الشار. قدامك جاكسون موليكا فاضي، ويا ريت تفحر وتجيب الواد اللي اسمه اسامه فيصل. حاول مره واثنين وثلاثه. هو كده البنك الاهلي كان عاوز ينافس، ولا هينافس ولا هيتنيل، وجاب الواد اللي اسمه بتاع انبي اوفا. ممكن دلوقتي انك ممكن تاخده في يناير اسامه فيصل، اسامه فيصل، ونجيب جاكسون موليكا. عايز تجيب واحد في الدفاع اجنبي بره يبقى خير وبركه. مش عاوز، مش لازم تتعاقد مع اجانب، لان انت ما بتعرفش تتعاقد مع اجانب. انت عامل توأمة مع وفاء سطيف، واعز عبد الرحيم دغموم المصري جايبه من وفاء سطيف. شفت عبد الرحيم ده عبد الرحيم دغموم بالمحترفين اللي عندك كلهم. بس هي ارزاق وناس بتفهم، مش ناس بتاعت هيصه سكاوتنج ولجنه كوره ولجنه تخطيط. هي ارزاق، وربنا بيدي المجتهد. انت ما عندكش عين، ده انت عندك لجنه تخطيط ولجنه كوره والسكاوتنج، ناس عاميه ما بتشوفوش، ما بتشوفوش. انت لو راجل حقاني وتحط كل واحد في مكانه، واحد زي ربيع ياسين ده ما يبقاش بره النادي الاهلي، كان لازم يبقى موجود في اي منصب عندك. احسن من زكريا ناصف مليون مره. زكريا اللي راح الزمالك ولعب في الزمالك احسن من مختار اللي كان بيحوش عنك اللعيبه بتاعت بتروجيت وبتاعت انبي. احسن من ابو كحله اللي بيصبغ شعره محسن صالح اللي طلع فضح الدنيا. بس للاسف انت مالكش في الطيب نصيب، مالكش في الطيب نصيب. ربيع ياسين ده مكانه يبقى عندك في احسن مكان عندك في ان كان في شركه الكوره ولا في لجنه السكاوتنج. ربيع ياسين اللي عمل منتخب لف في مصر بحالها وجاب لعيبه مغموره وعمل بقى منتخب اغلبيتهم بقوا نجوم الدوري. بس هنقول ايه ونعيد ايه؟ انت لو ما جبتش موسوماني او مدرب كويس بالجهاز الفني بتاعه كله اجنبي، وخليت عماد النحاس كمل لحد بطوله افريقيا، يبقى انت ما بتحبش النادي الاهلي ولا بتفهم كوره على قد ما انت كنت احسن واحد بتلعب كوره. محمد يوسف عاجبك خليه معاك، يبعد عن فريق الكوره، خليه معاك زي العوضي بتاع اللي هو المدير الرياضي بتاع الصالات، بيروح يقعد هناك على دكه البدلاء مع المدرب. خلي محمد يوسف قاعد جنبك بعيد عن الكوره، عن الفريق والمدير الفني والجهاز الفني. لو انت عاوز تصلح، لو انت عاوز تصلح. الواد محمد يوسف وحش 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 لدرجه، وانا اعرفه محمد يوسف، بس انا عارف محمد يوسف شخصيه كده بيزمر بمناخيره على طول، مش من هو الناس اللي انت واخد بالك منها. بيزمر بمناخيره على طول، بس هو بيظهر بوش تاني قدامك وقدام مرتاجي وقدام الناس دي كلها. راجل دحلوب او دحلاب، وانت حر. جماهير الاهلي قالت لك يا خطيب اسمع عن النادي الاهلي بتاعنا، انت حر.